عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة أجريكلتشر. معاكم مهندسة زراعية إسراء مصطفى، خريجة كلية زراعة سبابيشة. النهاردة هتكلم معاكم عن المواد اللي درستها خلال ال4 سنين، وهتكلم معاكم عن المواد بتاعة قسم بايوتكنولوجي. يعني اللي هيخش بايوتكنولوجي هيدرس المواد دي بس. طبعا انا هتكلم عن المواد كلها، ولو انت مثلا او انتي طلاب سنة تانية وداخلين، طبعا احنا داخلين على الترم التاني، فاكيد هتعرفوا معظم المواد اللي خدتوها في اولى. فمن خلال المواد اللي درستوها هتعرفوا مثلا المواد، وانا هبقى اقول لكم عن المواد ان هي ايه، عشان طبعا انا مش فاكرة قوي، بس انا كاتبة المواد اللي درستها كلها. بس يعني مش كاتباهم بالترتيب يعني. فالمواد اللي احنا درسناها، احنا لو مثلا عندك في سنة اولى بتدرسي او بتدرس ده اولى وتانية، احنا بنتخصصوا يا جماعة. التخصص بيبقى في سنة تالتة. يعني لما بتخلص سنة تانية بتاخد وانت في اخر مادة في الامتحان بتاع سنة تانية الترم التاني، بتاخد ورقة تشعير بيوزعوها عليكم شؤون الطلبة في آخر مادة، علشان تملوها وتسلموها في الصيف. بيبقى في ميعاد تسليم، بتكتب فيها رغبتك أو بتكتبي فيها رغبتك وتسلموها لشؤون الطلبة. وهقول لكم عن المواد اللي هتدرسوها مثلا لو انت في سنة أولى واخدت الترم الأول، أو انت مثلا لسه في ثانوية عامة وعايز تعرف المواد بتاعت كلية زراعة وعايز تخش بايوتكنولوجي. هقول لكم عن مواد بتاعت ال4 سنين بتاعتي اللي انا درستها. اول مادة مبادئ الاقتصاد، وعندك بيدرسوا كيمياء فيزيائية وتحليلية ومورفولوجي وتشريح نبات وحيوان زراعي وحاسب آلي ونظم معلومات، اساسيات المجتمع الريفي ورياضة، رياضيات وكيمياء عضوية. الرياضيات بتبقى عبارة عن مصفوفة، مش رياضيات أوي يعني، حاجات سهلة، تبقى اللي هي مبادئ الرياضيات او اساسيات الرياضيات، مش بيتعمقوا يعني زي الهندسة او علم بتوع علم الرياضة. لا، بتبقى حاجات بسيطة يعني درسناها قبل كده، حاجات بتوع علم يعرفوها يعني. وطبعا كيمياء عضوية وتقسيم نبات، مبادئ الاقتصاد الزراعي، اساسيات الاراضي، لغة انجليزية علمية. دي بتبقى عبارة عن انجليزي علمي يعني بيخص كلية الزراعة. يعني مثلا آه، بيشرح الانجليزي اللي بيخص كلية، بيخص مجال الزراعة عموما. آه، وفي كمان ميكنة زراعية، بيتكلم عن آلات اللي بتستخدم في الزراعة، الآلات الزراعية اللي هي المميكنة أو اليدوية. وفي أساسيات إنتاج الفاكهة، بيتكلم عن كل ما يخص الفاكهة وازاي بتنمو وكده، واسماء الفاكهة العلمي، اسم الفاكهة العلمي و... والسماد، وبتحتاج سماد ايه، والعناصر بتاعتها، العناصر الكبرى والصغرى وكده وهكذا. ومادة حقوق الإنسان، المادة دي بتبقى عليها نجاح وسقوط، بس ايه يعني، ما تخشش في الجي بي اي، يعني بتتكتبش في التقدير، بتتكتب في التقدير بس مش بتضاف في الدرجات، بيبقى عليها نجاح بس. وفي عندك كمان او عندك اساسيات انتاج المحاصيل، وده طبعا بيشرح المحاصيل زي محصول البنجر او محصول قصب السكر، اللي هي المحاصيل الاساسية، او الشعير وكده. طبعا بتبقى بناخده بقى في السكشن، بناخده الاسم العلمي بتاع كل محصول وكده. او في اساسيات انتاج حيواني،
بيتكلم عن الحيوانات وأمراضها و... وإيه العلف المناسب ليها وكده. في كيمياء حيوية زراعية، بيتكلم عن الكيمياء الحيوية الزراعية. وفي أساسيات أمراض نبات اللي بيتكلم عن كل ما يخص أمراض النبات، تعرف ايه المرض اللي بيصيب النبات وايه علاجه وطرق علاجه وهكذا، والاسم العلمي بتاع المرض وهكذا. في أساسيات إنتاج الخضر اللي بيتكلم بقى، احنا اتكلمنا عن أساسيات إنتاج الفاكهة والمحاصيل الأساسية، وفي كمان خضر. أساسيات إنتاج الخضر بيتكلم عن الخضر وكده. طبعا تعرف الاسم العلمي برضو بتاع الخضر، بتاع كل خضار وكده. وفي فسيولوجي النبات. وفي طبعا احنا عارفين ان الطماطم طبعا فاكهة والفراولة خضار، دي معروفة. والبطيخ كمان من الخضروات. طبعا دي حاجات هتعرفوا السبب بقى، احنا كلنا عرفنا المعلومة دي، انتوا بقى تعرفوا السبب بقى العلمي ليها. علشان الطماطم بتتزرع في أشجار، فعشان كده الفاكهة من الأشجار. والخضر بتتزرع في الأرض، فعشان كده الفراولة والبطيخ من الخضروات وهكذا. في مادة فسيولوجي نبات بتتكلم عن فسيولوجيا النبات. في مادة إحصاء عام، دي بتتكلم عن الإحصاء بقى طبعا بتوسع بقى، زي الإحصاء بتاعت الثانوية العامة عادي، مفيهاش حاجة يعني. بس ايه هتبقى سهلة بقى عليك يعني، هتاخدوها ايه بتوسع شوية، بس تبقى سهلة ان شاء الله، مفيهاش اي تعقيد ولا حاجة. هي بتحتاج بس الإحصاء والرياضة و... والكيمياء، دول بيحتاجوا مذاكرة أول بأول. أي مادة لو تراكمت عليك طبعا مش هتعرف تذاكرها، بس الفكرة إن أكتر المواد اللي لازم تركز عليهم أو تركزي عليهم، علشان لو متاخدوش في أول السنة ما بيقدروش يتلموا في آخر ليلة الامتحان، عشان بيبقى لازم تحفظ، عشان بتبقى ماشية بقوانين بقى وخطوات وكده. هي مادة الكيمياء، الكيمياء الفيزيائية والتحليلية طبعا، عشان بيبقى فيها معادلات وكده. وطبعا الكيمياء العضوية وكمان كمان في ايه تاني، والإحصاء. الإحصاء طبعا والرياضة. الرياضة سهلة طبعا مفيهاش أي مشكلة، بس هتعوز ان انت تمشي او ان انت تمشي عليها يعني ايه اول باول. المحاضرة اخدتها النهاردة، يبقى خلاص بيضتها فهمتها، مش بيضتها بس، كمان ده كمان لازم افهمها واطبق عليها. يعني لو في معايا امتحانات اشوف الامتحانات واحلها، لان بعد كده هنسى اللي اخدته. لازم احل الامتحانات على طول علشان تبقى معايا، عشان لو نسيت ولا حاجة القوانين، واكتب القوانين، اكتب السؤال، اجيب ورقة وقلم زي ما عودتكم طبعا في القناة ده عندي المادة بورقة وقلم. بجيب ورقة وقلم واحط واكتب السؤال وتحتيه القوانين بتاعته بالإجابة، يعني بجاوب أكني في الامتحان بالظبط. ليه؟ علشان تبقى مرجع ليا، عشان لو نسيت حاجة، عملت حاجة كده، نسيت قانون، نسيت اللي انا ذاكرته مثلا، يبقى انا معايا الحاجات دي بخطواتها. طبعا في ممكن اعمل حاجة للإحصاء والحاجات دي طبعا، اللي هي ملخص. دي حاجة معروفة طبعا، كل بتوع علمي عارفينها، اللي احنا بالنسبة طبعا دراستنا في ثانوية عامة وكده، طول ال3 سنين بتوع الثانوية العامة، ان هو بأي مادة فيها قوانين بمسك المادة بكتب كل قوانينها في ورق. دي معروفة، لازم القوانين تبقى معايا في ورق لوحدها، من غير ولا اكتب تحتيها المسألة ولا اي حاجة. دي علشان بحفظ القوانين وتبقى مرجع ليا. طبعا بعد الإحصاء العام في مادة إنتاج محاصيل الحقل، إنتاج محاصيل الحقل وأساسيات علوم وتكنولوجيا الأغذية. في أساسيات إنتاج الدواجن. ميكروبيولوجيا زراعية، بتتكلم عن الميكروبيولوجي اللي هي الميكروبات والفطريات وكده.
اللي بتخص النبات. وفي مادة التسويق الزراعي، أسس الوراثة، تدريب ميداني زراعي عام. التدريب الميداني أنا مش عارفة نظامكم ايه دلوقتي، بس احنا كان على أيامنا كنا بننزل تدريب ميداني في تالتة، كان على أيامنا في تالتة ورابعة. بننزلوا، بيبقى بنروحوا زيارات وكده، وفي محاضرات طبعا مع الزيارات، والزيارات دي بيبقى ليها مرجع بعد كده. يعني بيبقى ليها ورق وكده، وبتبقى مادة بنخش بيها الامتحان، وبيبقى نظري، امتحان نظري طبعا بس. وبيبقى الغياب بيبقى الغياب بقى على الزيارات، بنسجل اسمنا في الزيارات وكده. مش عارفة انتوا نظامكم ايه دلوقتي. اكتبولي في الكومنتات، او لو شفتوني في الكلية لو عايزين تسألوني في موضوع التدريب فانا موجودة معاكم. في مادة حشرات عام، ومادة تلوث البيئة الزراعية، وأساسيات علوم وتكنولوجيا الألبان. في مادة بيولوجيا الخلية، ومادة بيولوجيا الجزئية للضغوط اللا حيوية اللي هي الأبيوتيك يعني لا حيوي. دي طبعا بداية المواد دي بتبقى مواد اللي هما بتوع البيوتكنولوجي. وفي بيولوجيا جزئية للضغوط الحيوية اللي هي البيوتك ستريس. وفي كيمياء حيوية زراعية 2، غير الكيمياء الحيوية اللي احنا خدناها في سنة تالتة. دي بتبقى اللي احنا دي بتبقى كيمياء حيوية زراعية 2، غير الكيمياء الحيوية الزراعية اللي هي رقم 1. وفي ما عندي وراثة جزيئية 1، وفي أساسيات تكنولوجيا التخمرات الصناعية، وبيولوجيا مقارن، مقدمة في التكنولوجيا الحيوية وزراعة الأنسجة، التحسين الوراثي في النبات، أساسيات الهندسة الوراثية، وراثة الكائنات الدقيقة، تدريب ميداني زراعي تخصصي، ده بقى اللي هو في سنة رابعة، غير العام ده بتاع سنة تالتة. في أرصاد جوية وفيزياء، وفي تغذية إنسان، في أساسيات الزهور ونباتات الزينة، وفي مساحة ومباني زراعية، وفي الصناعات الغذائية الميكروبية، ووراثة جزيئية 2. يا جماعة أي مادة فيها 1 و2 دي بتبقى يعني المادة 1، لو مثلا وراثة جزيئية 1 يبقى تعرف على طول اللي هي في وراثة جزيئية 2. وفي طبعا المواد دي مش كلها مواد إجبارية، ده في اختياري، في حاجة اسمها اختياري تخصصي واختياري عام. الاختياري، وفي إجباري تخصصي واختياري تخصصي. الحاجات دي كلها تعرفوها ان شاء الله. بنبتدي مواد الاختيارات بتبتدي من سنة تالتة، على اساس ان احنا بنبقى خلاص اتخصصنا وكده، فبتبتدي المواد تبقى اختيارية اللي هي اسمها اختياري عام، يعني كلنا بندرسها، كل الشعب بتدرسها، غير المواد الإجبارية. الإجباري اسمها إجباري تخصصي، تبقى مواد إجبارية. وفي اختياري تخصصي ده بيبقى في سنة رابعة بقى، بيبقى طبعا بنبقى ايه خلاص اتشعبنا، فبيبقى كل مادة، كل قسم لوحده بيبقى فيه جواه مواد اختيارية برضو، وبس كده. وشكرا جزيلا لكم ولحسن استماعكم. كانت معكم في قناتي، قناة أجريكلتشر، مهندسة زراعية إسراء مصطفى. لو عجبكم محتوى القناة تفاعلوا مع القناة، وياريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشتراك، وتكتبولي في الكومنتات لو عايزيني اتكلم عن اي حاجة. انا معاكم وشكرا.